الجست مش بيفهمني او انا مش بفهم الجست مع اني بتكلم انجليش كويس. اتكلمنا في فيديوهين قبل كده اهوت عن الفكره دي او عن المشكله دي، واتكلمنا ان احتمال يكون الجست بيتكلم بلكنه معينه غير اللي انا اتعودت عليها او اللي انا درستها او اللي انا متعود بسمعها. ممكن يكون هو بيتكلم بلكنه بريتش وانا بتكلم امريكان او العكس. ده احتمال. وفي احتمال تاني اتكلمنا فيه في فيديو تاني ان ممكن يكون من ضمن الاسباب دي ان هو مع اختلاف اللكنة ممكن يكون اصلا الكلمة اللي انا بنطقها، الجست اللي الكلمة بيسمعها بتكون منطوقة غلط او مش واضحة قوي للجست. يعني ممكن يكون الكلمة اللي بيسمعها الجست اصلا هي بالنسبة له مش واضحة مش مفهومة. من اكتر الاخطاء الشائعة جدا دايما بتكون بين حرف البي والبي. دي من اكتر الاخطاء الشائعة جدا بتخلي الجست ما يفهمش الكلمة اصلا. طب ازاي نميز بين حرف البي والبي في النطق؟ حرف البي like A B B B، حرف البي الخفيفة B and P B and P B like oh bank. Oh, for example, if I gonna say what is this? Oh, I think it's a bank. Bank, it's B. Like bay. Oh, what is this? This place called maybe Nama Bay. B B Bay B. But the other letter is P P. Okay, we have to find the difference between both. B like bank, B bay, but P like pay. Oh, bay and pay. But how can I pronounce this letter very well? letter B اللي بي خفيفة حاول دايما ان انا اقولها smiley. البي الخفيفة اقولها وانا smile smile ببتسم like bank. Oh, what is this? Oh, I think it's a bank. Bank. Like ball. I like to play with ball. B. B. But البي التانية اللي هي البي التقيلة بتبقى P. P. Like pool.